طلبت الطلاق وخلعت الحجاب. حالة شيحة قفشت معز مسعود بيكلم واحدة عليها وقررت تتصرف بطريقتها. كلاكات للمرة الخامسة، حالة شيحة بتخلع الحجاب وبتنزل صورها بشعرها بعد ما قالت إنها مش هتمثل تاني وماشية في طريق ربنا وهتحاول تعمل عمرة وتستغفر ربنا على كل أفلامها اللي عملتها. إيه الحكاية؟ كل فترة حالة شيحة تخلع الحجاب وتثير الجدل بعد ما تلبسه وتقولك أنا هبعد عن طريق الشيطان ومش عايزة أدوار ولا عايزة أمثل تاني ومحدش يكلمني عن أي دور حتى لو دور شرف. حالة شيحة من الممثلات اللي عليهم علامات استفهام كتيرة جدا وبتثير الجدل أكتر ما بتتجوز. بصراحة محدش لاقي مبرر للي بتعمله. يعني إيه واحدة كل ما تتجوز تتحجب وأول ما يحصل مشكلة تتطلق وترجع للفن تاني؟ الموضوع بدأ لما حالة شيحة رفعت صور ليها من غير حجاب على الانستجرام بشعرها ورمت الحجاب. الموضوع خلى كل متابعيها يستغربوا وقالوا ممكن يكون واحد من عيالها عمل كده بالغلط، بس الصور فضلت موجودة وده يأكد إن هي اللي رفعتهم. بعدها بيوم تقوم مسحة كل صورها مع جوزها الحالي الداعية معز مسعود اللي بسببه رجعت اتحجبت تاني وقالت مش عايزة أمثل ولا حد يعرض عليا أي دور، وبدأت تغلط في الممثلين بعد ما عملت خميرة حلوة من آخر مسلسل ليها مع محمد رمضان. وعلقت وقالت أنا مثل كل امرأة أفضل عدم الحديث في هذا الوقت وسأتحدث لاحقا. كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه وكل النضالات التي تقدمها واحدة. لكن الموضوع مش كده. من خلال مصادرنا اتأكدنا إن حالة شيحة قفشت جوزها معز مسعود وهو بيكلم واحدة تانية وبيقول لها أنا همشيكي في طريق الصلاح. وحالة على طول ما سكتتش وحست إنها ضحت بمجدها الفني لواحد ما يستاهلش، خصوصا كمان إن الداعية معز مسعود معروف عنه كتر الجوازات بتاعته وبيغير في مراتاته زي جراب الموبايل بالظبط. طب حالة شيحة قالت ما بدهاش ولازم ألحق ألم اللي انكسر وارجع لجمهوري تاني بدل ما حد ياخده مني. راحت قلعت الحجاب ونزلت صور ليها بشعرها وده اللي ضايق كل متابعيها. الموضوع كمان زاد لما والدها نزل لها بوست على الانستجرام بيقول لها أيوة كده وشك نور، ارجعي لجمهورك ونوري الشاشة تاني واللي يبيعك هو اللي خسران يا بنتي. الكلام استقبله جمهورها وترجمه إنها خلاص اتطلقت ومفيش فايدة وهترجع تمثل تاني بعد ما اعتزلت طريق الفن. وفي ناس قالت ده بوست عادي ممكن أي أب يقوله لبنته ومش لازم يكون في حاجة وحشة. كل الكلام ده محدش رد عليه ولا حلا ولا الشيخ معز، وده اللي خلى الناس تسأل وتحاول تفهم المنشورات اللي نزلت على حسب ترتيب الأحداث بتاعتهم.